ما تيجوا بينا النهاردة نعمل الكيكة الجميلة دي. بصوا منظرها والله زي بتاعة المحلات بالظبط. وبصوا ولا اتحرقت ولا فيها اي حاجة، ومنفوشة ومنفوخة وحلوة جدا جدا، ومقاديرها بسيطة. بسميها كيكة الأسرة. بنتجمع عليها بكوباية شاي. ما تيجوا بينا نشوف الطريقة. معايا هنا كوباية من اللبن، وده معيار ثابت الكوباية. وبتجيبي معاها معلقة كبيرة من الزبدة، واحطها في اي كسرولة على النار عشان هسيبها لغاية لما تسخن خالص او شبه تغلي. وفي نفس الوقت عبال ما يسخن هنزل بثلاث بيضات. وبصوا بقى السحر الجميل بتاع الفانيليا بالبرتقان، مش عايزة اقول لكم فعلا طعم البرتقان فيها زاعق جدا. ويا سلام بقى لو عندك كمان بشر برتقان معاه بيزود النكهة قوي. بصراحة يا جماعة حلوة قوي الفانيليا بطعم البرتقان، دي حاجة خرافة. وبعد ما نزلت بالثلاث بيضات والفانيليا وضربتهم كويس، هبتدي ان انا انزل بكوباية الا ربع سكر. لو انت مش عايزاها مسكرة قوي، لو عايزاها مسكرة كويس حطي كوباية كاملة. كويس كده، وبتضربي بقى كويس قوي لغاية لما السكر يدوب مع البيض. ما تستسهليش وسيبيها. بصوا منظرها بقى عامل زي الكريمة ازاي. وبعد كده بقى هجيب كوباية الا ربع من الزيت، وبتضربي بقى كويس جدا جدا الخليط مع الزيت دوت. ولغاية لما بصوا بيختفي معاه. بص حتى فتحت اللون عشان كمان الزفارة، وعشان كمان بتعمل فوليوم لما بتضربي الحاجة كويس جدا، وبالذات الكيك. كويس قوي لغاية هنا. وبعد كده بعد ما خلصت الخليط دوت هبتدي ان انا بقى انخل الدقيق بتاعي. انت عندك طريقتين، اهي هما كوبايتين من الدقيق. لو انت حابه دقيق ذره، هتحطي كوبايه دقيق ذره وكوبايه من الدقيق الابيض اللي هو المستخدم اللي هو المتعدل الاستخدامات. مش عايزه حطي كوبايتين من الدقيق الابيض العادي، وعليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر. كويس كده، عشان في ناس بتحبها بدقيق الذرة، فنصصي كوباية وكوباية. لكن انا حطيت هنا دقيق عادي ما فيهوش اي حاجة خالص، وحطيتهم مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبعد كده قلبتها كويس، بصوا من تحت لفوق كده لغايه لما بصوا تقلت ازاي. ودلوقتي هجيب بقى ده التوقيت بتاع اللبن بتاعي بعد بصوا سخن كويس جدا والزبده دابت فيه. ما تخافوش مش هيجرى لها حاجه. احنا كنا زمان بنخاف نحط اللبن سخن على الكيكه، لكن طلعت ان الطريقه دي بتخليها هشه وطريه وفاتحه كمان من جوه، عشان تكونوا عارفين. بصراحه من انجح الكيكات انك تسخني اللبن مع الزبده او السمنه على البوتاجاز. بعد كده بعد ما سخن حطيته على الخليط زي ما انتم شايفين، وبالراحه بشويش كده لغايه لما يندمج الخليط كله مع بعض، ويبقى سمكه كده ما يبقاش ناعم او ما يبقاش خفيف قصدي. كويس كده، جبت بقى الحله او بتاعه الكيك او الصينيه، ورحت دهناها بزبده ورشتها بدقيق عشان اعمل لها طبقه. وبعد كده نزلت بقى بالخليط بتاعي بس كده. وبعد كده بتدبيها بس دبتين كده علشان يبقى كله طالع في نفس المستوى، يكون زي بعض، ما تبقاش طالعه حته ونازله. وتحطيها على حراره 180 لمده ساعه الا ربع. وطلعت بالمنظر الجميل ده. وطبعا انا بحبذ ان الكيك دايما اعمله في ألمونيوم، بصراحه بيطلع احلى من او بايركس. بصراحه بيطلعوا حلوين جدا. وبصوا منظرها لما جيت قلبتها، وبص كمان ارتفاعها، وكمان الريحه روعه يا جماعه. فعلا الفانيليا بالبرتقال دي حاجه جميله. وبصوا طلعت ازاي، ولا فيها محروق ولا اي حاجه. وبصراحه تجربه يعني جميله جدا. وزي ما قلت لكم، لو مش عايزاها بدقيق صافي ممكن تجيبي كوبايه من الدقيق الذره او كوبايه من الدقيق العادي، وبتطلع برضو حلوه وجميله للناس اللي بتحب دقيق الذره في الكيك. كوبايه شاي كده او نسكافيه، وتتلموا كده قدام تلفزيون، وفي الشتاء الجميل ده وانت متغطيه كده بالبطانيه هتعملي جو جميل. وبصراحه الشتاء بيحب الاكل. قومي انت كمان اعمليها، وانا واثقه ان كمان هتعمليها احلى من اللي انا عاملاها. معاكو هند منعم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير للقناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.